انا نفسي افهم حاجة واحدة، ليه الناس ما بتحبش حد غيرها ينجح؟ ليه تهاجم واحد شايفه بيحلم حلم وبيسعى عشانه؟ انا كل اللي انا فيه ده كنت بحلم بيه في يوم من الايام زي اي شاب عادي جدا، وسعيت وتعبت عشانه وكنت لوحدي، وبقيت الحمد لله الى حد ما متشاف ومحبوب. كل اللي انا طلعت قلته انا نفسي كصانع محتوى رياضي مصري اخد فرصة اكون موجود في كاس العالم، واحد زي لوحده وبطوله عمل افكار جابت ملايين، اتكلم عن المواهب، اتكلم عن كرة الشوارع، واتكلمت على الواسطة. لما كان في بطولة بتتلعب في السعودية مشارك فيها شباب مصريين اسمها الكينجز ليج، كنت من اول الناس اللي اتكلمت عليهم عشان تدعمهم. محدش كان سامع عن البطولة دي حرفيا، وغيره وغيره وغيره. كل دي فيديوهات بافكار مختلفة كلها فايرالت، بعيدة كل البعد عن اي شخصية عامة ممكن لو انت اتكلمت عليها تطلع ترند. الحمد لله قدرت اوصلها للناس بطريقتي، وربنا كرمني فيها. ايه العيب وايه المشكلة لما احلم زيادة عن كده؟ ما اقول ان انا نجحت باقل الامكانيات، فلو خدت فرصة ممكن انجح اكتر. ولا راح كاس العالم قبلي كان احسن مني؟ كل الفرق بيني وبينه ان هو عنده ارقام ازيد مني، وده طبيعي عشان هو اصلا بادئ قبلي. انا مش طالع اطلب من حد مساعدة ولا طالع اقول لحد ده جنيه، انا طالع اقول ادوني حقي. ادوا لاي شاب موهوب على السوشيال ميديا حقه وادوا له فرصة. ولو مروح عبد الملك لكاس العالم ده مضايقكوا قوي كده، زعلش نفسك يا عم، انا قاعد في اوضتي وهكمل محتوايا باقل الامكانيات. بس صدقني حتى لو ما وصلتش النهارده، وعد مني بكره هتشوفني واصل بفضل ربنا عليا ثم مجهودي، مش بمساعدة حد.